تحياتي لك عزيزي ريكاردو الخوري، ولهذا النشاط الدؤوب الذي تستمر به خدمة للحقيقة ولإيصال صوت العلمانية الغائب أو الذي يعاني في غيبوبة في سباث. يعاني ومحاولتك من خلال هذه المنصة هو إحياء هذه العلمانية، إحياء صوت الديمقراطيين السوريين. فيما يتعلق بآخر المستجدات المتعلقة بقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. العنوان اللافت هو اللقاءات التي حدثت في مؤتمر ميونخ والتقدم في ملف الدمج السياسي والعسكري. قبل أن أدخل في هذه النقطة علي أن أقول أن كل ما يحدث الآن بغض النظر عن رضا كل الأطراف أو بعض الأطراف أو عدم رضاها، هذه مشيئة الأوروبيين، مشيئة أمريكا أن تحدث التعديل الذي تراه مناسبا في رقعة الشرق الأوسط وسوريا بشكل خاص. في مؤتمر ميونخ للأمن كما رأينا شارك الوفد الكردي بشكل منفصل عن وفد حكومة الجولاني، وإن ظهرت أبواق من قبل حكومة جولاني تقول أن هناك اتفاق وهناك أن الوفد عام شمل هؤلاء، إلى أن استراتيجية استقبال تمت على شكل منفصل. طبعا هذا المؤتمر يعد تقليدا سنويا، لا يمكن أن نعتبره مؤتمر سيصدر عنه نتائج وهذه النتائج ستكرس على الأرض، وإنما هو تقليد سنوي اعتاد أن تجتمع رؤوس الدول الفاعلة والمؤثرة في العالم كل سنة في مؤتمر في مدينة ميونخ. طبعا هذه المباحثات الرسمية مع دمشق ومستقبل قسد ضمن الدولة السورية، هذا ما يريده الأمريكان ويريده الأوروبيون. هناك ممثلون سوريون وأمريكيون تحدثوا عن دعم تقدم دمج قسد في مؤسسة الدولة كجزء من وحدة البلاد، وهناك مصادر إعلامية تقول أن الدمج يتم بسلاسة مع الحكومة السورية بتسارع، والتركيز الآن على وقف إطلاق النار والمصالحة السياسية. واقع السيطرة كما نرى في شمال شرق سوريا، قسد بسطت سيطرتها على الحسكة وريفيها تل براك وتل حميس، الأمر الذي شكل صدمة لبعض العشائر التي هددت الحكومة في آخر آونة بعض الفيديوهات أنها تخاف من أن يتم محاكمة أو مقاضاة أو أن تكون هناك انتقامات ردا على الغدر الذي حدث بقوات سوريا الديمقراطية والمجازر التي حدثت بحقهم أثناء الاتفاق الذي جرى في دير حافر، والذي أفضي عن انسحاب القوات بينما قامت العشائر الموالية ضمنا لقوات الجولاني بضرب ظهور هؤلاء الجنود المنسحبون أصلا من جبهة دير حافر. واقع السيطرة كما قلنا أن هناك بعد ما جرى من مجازر حرك الشعب الكردي وشعوب والأطراف المناصرة للكرد، والتي ترى أن من مصلحتها أن تدعم بعضها بعضا، لأن الحرب هنا هو حرب ضد الأصوات الحرة، ضد ديمقراطية البلاد والديمقراطيين الذين يسعون من خلال تكوين حلف للتصدي لهذه القوى الظلامية التي تصدرت المشهد وباتت الحكومة السورية الجديدة البديلة عن حكومة بشار الأسد. طبعا المنظمات الحقوقية دعت إلى احترام الحقوق الإنسانية والقانون الدولي بعد ما حدث من جرائم يندى لها الجبين، إن في الشيخ مقصود والأشرفية أو في أو في كوباني وحالات السلب والنهب التي استهدفت المواطنين الكرد دون غيرهم في
في الرقة وبعض أرياف كوباني التي كانت قراها عبارة عن خطوط تماس فاصلة بين الجبهتين أو الطرفين اللذين المحتربين في تلك المناطق. تنفيذ الاتفاق كما رأينا بدأ بإدخال أجهزة الأمن الداخلي السورية إلى مدينة حصيرة. طبعا هو إدخال رمزي شكلي. دخلوا إلى المربع الأمني. المربع الأمني الذي كان نظام بشار الأسد أو موجودا فيه لغاية سنوات، وكان حضورهم حضور لابد منه، يعني هذه هي جزء من الخطة الخدمية، ما يتعلق بجوازات السفر ورواتب الموظفين وما شابه. هو نفس السيناريو، وضع هؤلاء، تم ذهاب هذه العناصر إلى المربعات الأمنية التي كان نظام الأسد موجودا فيها أصلا، عناصرها موجودا في تلك المربعات الأمنية. الاتفاق كما رأينا يشمل انسحابا جزئيا لقسد إلى شرق الفرات. طبعا هذا انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من تلك من خطوط الجبهات الأولى الرئيسية، على أن تنسحب قوات حكومة الجولاني إلى أماكنها، ويتم استبدال قوات سوريا الديمقراطية بعناصر الأسايش، يعني بمعنى تطبيع الوضع قبل، يعني بأن تذهب كل هذه الأطراف إلى أماكن تواجدها الأصلية ما قبل هذه الحرب. عمليا هو اتفاق بلبوس الاتفاق، لكنه ضمنيا هو وقف إطلاق النار. إلى متى؟ إلى هل سيكون دائما؟ هل سيكون مؤقتا؟ هذا يتوقف على الضمانة الدولية الراعية لهذا الاتفاق، وغياب الضمان الدولي يعني العودة إلى الاشتباك. طبعا جرى بعد ذلك قسد جددت التزامها باتفاق مع دمشق ومواصلة مكافحة الإرهاب، كل هذا الكلام الذي جرى حسب لقاء مع وزير الخارجية الفرنسي. الملف الرئيسي حاليا هو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ضمان استمراريته، والاندماج السياسي والعسكري. الاندماج لا يعني شيء، يعني يا دار ما دخلت بشر. كل طرف أو كل قوات سوريا الديمقراطية إلى أماكنها، وقوات حكومة جولاني إلى أماكنها، ولكن بغياب المسميات، لكن المضمون يبقى كما هو. هذا ما أراه. طبعا هناك مباحثات على مستويات دولية في مؤتمر ميونخ حول هذا المسار. السيطرة الفعلية على الأرض، قسد حافظت على أماكن تواجدها. اليوم ما يهمنا ككرد اليوم هو أن يجري اتفاق على المدن الكردية الأخرى التي هي خارج سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، كسريقانية، رأس العين، جريس البيطة الأبيض، وعفرين. وجود ضمانة دولية أيضا تعطي ضمان أن هؤلاء النازحين الذين سيعودون إلى أماكنهم لن يتعرضوا لأي تهديد، وأن تدار تلك المدن أيضا على غرار المدن الكردية الأخرى، أن يدير الكرد أنفسهم. هذا ما نراه الآن. شكرا غيبر، شكرا على التوضيح. حديثك هلا لولا هي المظاهرات اللي صارت، مظاهراتنا نحن اللي صارت بكل أنحاء أوروبا، وهذا هذا التحرك الدبلوماسي وهي على يعني المستمر، ما كان الأوروبيين تحركوا، ولا كان انعمل اجتماع بالكونغرس، ولا الانستغرام حكى بموضوع قانون حماية الكرد. يعني تماما لازم نتحرك، نتحرك من حالنا، ونعمل شوشرة ونعمل ضجة ونعمل ضغط ونتحرك على كل المستويات والجبهات حتى يصير في تحرك. يعني للأسف نحن فهمانين الأوروبيين والأمريكيين عبارة عن مؤسسات وجمعيات خيرية. لا، أنه مو هيك. إذا أنت ما تحركتي وما طالبتي بحقوقك وما عملتي اتحاد بينك وبين
الشعوب المثلك يعني عم تنقهر، فمستحيل مستحيل صوتك ينسمع. يعني هلا في سؤال بيقولوا ليش حتى الان الاوروبيين والامريكيين بيعرفوا كل شيء اكثر مني ومنك وساكتين؟ هلا في اول شيء مصالح سياسيه واستراتيجيه بتتجاوز موضوع الادانه الاخلاقيه. الغرب بشكل عام وواشنطن بشكل خاص بيتعامل مع سوريا مثل انه هي ضمن منظومه اولويات استراتيجيه اكثر من كونها ملف حقوق انسان. مثلا بتركز على الاستقرار وعدم عوده الفوضى، انه هي ممكن تصير تعمل تهديدات مباشره لامن حلفاء الولايات المتحده في المنطقه. مثل موضوع السياسه الامريكيه الحاليه بتحط الواقعيه القوميه كقاعده لها، وبتشوف انه اذا نقلل العقوبات او نفتح العلاقات مع الشام احسن، يعني انه هي مثل تعطي ضمانه انه ما يصير في اضطرابات اكبر بالمستقبل. كمان في اعتبارات مثل منع تمدد جماعات ارهابيه ثانيه بتخاف من هذا توغل الجماعات الايرانيه مثلا، مشان او مواجهه ما تبقى من تنظيمات متشدده في سوريا. مثلا منطقه ككل حتى اذا كانت الحكومه الحاليه عم ترتكب انتهاكات، بس الغرب بيشوف انه في شغلات اولى انه نهتم فيها. مثلا بيقولوا لا، خلي المنطقه بالحد الادنى تكون مستقره مشان ما تطلع لنا تهديدات جديده. وكمان اذا بشوف موضوع العقوبات، اذا مثلا عيدت العقوبات ما راح تتضرر منها حكومه الجولاني، راح يتضرر منها الشعب كمان. بعض الدول الغربيه بتقول ان العقوبات الشامله بتجلب معاناه السكان المدنيين، بتعيق اعاده الاعمار كمان. يعني اذا كان اقل كمان ما راح تاثر بالحكومه. يعني بالحالتين الشعب هو راح ياكلها. وبعدين الموضوع الاهم اللي حابب اقوله انه الشيء اللي بيخلي الاوروبيين او الامريكان يسكتوا عن الشيء اللي عم بيصير هي دوافع انتخابيه وسياسيه داخل بلدانهم. مثلا ملف اللجوء عم يثقل كاهل الاوروبيين خاصه المانيا، مشان هيك ما عم يحكوا شيء مع حكومه الجولاني. كمان موضوع الولايات المتحده، ترامب عامل رهان انه هاي الحكومه لازم ما تخذلها، او اذا عملت شغلات لازم تصبر عليها، لانه ترامب بيشوف انه تخفيف العقوبات او تحسين العلاقات مع دمشق كمان مرتبط برؤيه سياسيه داخليه في الحزب الجمهوريه. الحزب الجمهوري بتركز على الحد من الانفاق الامريكي في الشرق الاوسط، وكمان حتى الولايات المتحده ما تدخل بحروب او صراعات طويله. هي فهمت درس من افغانستان، انه ضلت سنوات بافغانستان وبالاخير طلعت من المولد بلا حمص، طلعت وسلمت افغانستان لحكومه طالبان، وكانك يا ابو زيد ما غزيت. عم تعمل نفس الشيء بسوريا، لانه كان ترامب قبل كان يحكي بيقول نخي هي منطقه دم. هلا كل ما بندخل بهي البلدان مثل افغانستان مثل سوريا ومثل العراق سابقا، كل ما عم نخسر اكثر وما عم نستفيد شيء عمليا. ليش نحن يعني نخسر؟ ما لازم من هون رايح نخسر. خلي هن يقتلوا بعض، خلوا هن يصفوا. المهم نحن بهمنا الواقع الاستراتيجي الخاص فينا. يعني الولايات المتحده الامريكيه خلاص حلفت يمين انه ما عاد تدخل بحروب وصراعات طويله، وكمان لا يدعم عاد تقريبا الحكومات طالبان من المتطرفه. كل مصالح امريكيه مباشره. يا اخ ريبر، تماما معناها لا يدعم الحكومات المتطرفه تماما. والارهابيه اللي هو صار له 25 سنه عم يحاربها، لا يدعمها ويبخ له عطر ويقول عنه هي از جود مان اي بليف. ليش يسكت معناها؟ هلا لا في يتدخل. في ملفات واقفه، الاوروبيين والامريكان مضطرين يتعاملوا فيها. اول شيء بدهم ينهوا بعض النزاعات المحليه ويتعاملوا مع ملفات اللاجئين بسلاسه، بلكي يرجعوا لهم كم الف لاجئ بينسقوا مع الحكومه دمشق ويرجعوا لهم جهاديين الموجودين بالمانيا. وكمان تنسيق موضوع مكافحه الارهاب، وهن طبعا عم يتعاملوا مع ارهابيين، بس هذول الارهابيين عم يعملوا نوع من التصنيف. يعني في ارهابي حابب يتمدن، يعني حابب يدخل ضمن بوتقه الارهاب الدولي، حابب يمارس الارهاب كدوله. وفي ارهابيين اغبياء حابين يضلوا مستمرين بممارسه الارهاب على شكل تنظيمات متشدده. فهلا هن عمليا صنفوا قاموا بتصنيف الارهابيين. مين حابب ينضم للحكومه؟ انا جاي، تمام، انت حكومه، انت على راسنا. مين حابب يضل غبي يضل مثل داعش او غيرها الايغوري او الطرف الثاني؟ لا، انا ما بدي يكون مع الجولاني. فعملوا هذا الشرخ بين الارهابيين اللي حابين يمارسوا الارهاب كدوله، وبين الارهابيين اللي مستحابين يمارسوا الارهاب كجماعات. فحاليا هذا التصنيف اللي عم بيصير، هذا كخطوه اولى. بعدين الغرب بيشوف انه يتعامل مع الحكومه السوريه ممكن يفتح قنوات دبلوماسيه للتاثير على ملفات مهمه، مثل انهاء بعض النزاعات المحليه،
التعامل مع ملفات اللاجئين وتنسيق مكافحه الارهاب واعاده دمج سوريا في اقتصاد دولي. وهذا الشيء السعوديه حاليا عم تحاول تضغط من هذا المسار، انه نحن في عندنا استثمارات، في عندنا موال براسنا لازم نطبخه. فهي الحكومه الجولاني مناسبه لنا، وشوي شوي رح نبعد عن تركيا. تركيا حاسه الموضوع لا 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 تعوا نحن رح نضمنكم من دوننا انتم ولا شيء، نحن اللي جبناكم، نحن اللي كنا نحكي مع بشار تعا معنا نحارب ضد القوات السعوديه. بشار ما كان يرضى، بشار كان ايران ما كانت تخليه مثلا. فلا، جولاني بيرضى يتعامل مع الشيطان بس مشان يبقى. هلا صار الارهابيين ارهابيي الامس، جبهه النصره وتحرير الشام، صاروا يمارسوا ارهابهم نفس الشيء، كانوا قبل يمارسوه كجماعات، هلا عم يمارسوه كدوله. هذا كل شيء. وبعدين في نقطه ثانيه، اختلاف وجهات النظر بين الغرب، يعني الغرب كله والمجتمع الدولي مو كله واحد، مو كله بينظر الموضوع بطريقه ما في موقف غربي موحد. في قطاعات بالولايات المتحده والاتحاد الاوروبي تنتقد الانتهاكات وتطالب بالمساءله ومحاسبه، وفي اطراف كمان بتقول لا، الاستقرار اول شيء، بعدين نحاسبهم، بعد ما نخلص من الملفات اللي بين ايدينا بعدين بصير وقت محاسبتهم. عادي، نحن ما بننسى شيء. جرائمهم عم تجينا، فيديوهاتهم عم تجينا، عم نجمد هذا الموضوع، بس انتفت مصلحتنا وحاجتنا لهي الحكومه بنحط هاي الملفات بوجهها وبنتخلص منها. يعني ما في عندهم مشكله. هن وبهذا الوقت اعصابهم بارده، مو مثلنا نحن عم نموت، بس هن هيك بيحسبوا الموضوع بالضبط. يعني خلاصه القراءه الواقعيه بالموضوع، الغرب لا يدعم بشكل قاطع الانتهاكات في دمشق، بس مو ضد ازالتها بنفس الوقت. يعني بتحاول تتجنب مزيد من الفوضى، بتحاول تخفف من معاناه المدنيين بصوره عمليه، وابقاء القنوات الدبلوماسيه مفتوحه. يعني شعرة معاويه بينهم بين هي الحكومه، وامريكا تسعى لتحقيق توازن بالسياسه الامريكيه بين المصالح والاخلاق. بتشوف ترامب وتوم باراك بمسار، بتلاقي لينسي جراهام لا، نحن ما لازم نخون. فهذا كله مدروس وكله متفق عليه، واللي تجسد عليه اكبر تجسد مؤتمر ميونخ. شايفين بالرغم من سيلان الدم وطوفان الدم بيننا وبين هذول الارهابيين، مضطرين على بحر من دماء نقوم بمصافحتهم. هكذا تقول السياسه. تفضل يا بابا، تفضل. تمام. أنا الكلام كلام الأخ مسني طبعا، أكيد بمس كل إنسان كردي. أكيد نحن بدنا الأفضل، توقعنا أنه أمورنا تكون ماشية، بس مثل ما بنقول يعني بموضوع السوري، إذا ما كان في دولة إقليمية حليفة لك على الأقل، ما فيك تفرض أي شرط. يعني مثل ما شفنا كانت السويداء على وشك أنه تنباد كليا، تزال من الخارطة لولا تدخل إسرائيل باللحظة الأخيرة. وهيك حطوا 10 أقواس على اللحظة الأخيرة، لأنه إسرائيل من بوابة القانون الدولي، إذا ما صارت فاجعة ومجزرة كبيرة حتى ما بيحق لها تتدخل كدولة. فشافت هي المجازر واللي حدثت، بعدين دخلت وقصفت مقر الأركان والى اخره من هذه العمليه. انا هلا بدي احكي بموضوع موضوع العقوبات اللي كنا نحكي، النقطه اللي حكينا فيها انه في كثير دول عليها عقوبات من سنين بس ضلت كنظام، مثل كوريا الشماليه، مثل ما بنعرف اقتصاد ضعيف ومعزول منذ التسعينيات، ومجاعه واسعه منذ التسعينيات، رغم انه النظام لساته متماسك ومعترف فيه دبلوماسيا من الامم المتحده. شو السبب؟ السبب قبضه امنيه قويه، تحكم كامل بالمجتمع، ودعم صيني وروسي غير مباشر. زيمبابوي بعهد الرئيس روبرت موغابي كمان صار تضخم مفرط قياسي بسنة 2008 على ما أظن، أدى لانهيار العملة واقتصاد انهار عمليا، والنظام بقي بعدها بسنوات. والسبب أنه الحزب الحاكم كان بهذاك الوقت مسيطر على الجيش وعلى الأمن، وكانت المعارضة ضعيفة مثل معارضة النظام الإيراني لحتى هذا الوقت. عم يضخوا فيها دم ابن الشاه تعال تحرك مشان تكون بديل عن النظام الخميني. بفنزويلا كمان صار انهيار نفطي وتضخم مفرط وهجرة جماعية، ورغم الاعتراف ببعض خصوم هي الحكومة الفنزويلية هي المعارضة من بعض الدول الغربية، بس النظام ضل متمسك لحد أمريكا اجت، وهيك بكل سهولة
اعتقلت الرئيس الفنزويلي هيك يعني. وكان النظام على فكرة نظام مدعوم من روسيا ومن إيران، وبنشوف هلا إيران عقوبات قاسية عليها من عشرات السنوات، واقتصاد متأزم دوريا، لكن النظام لم يسقط. السبب أنه بنية النظام أمنية عقائدية، وفي لها اقتصاد موازي، وكمان لها شبكة تحالفات إقليمية بتخوف على فكرة، بتخوف الغرب، بتخوف الأمريكان. لهذا الوقت لسه ما حسموا موضوع تغيير النظام، لأن تغيير النظام مش نزهة، مو نظام سوريا حتى يسقط. علما النظام السوري بأضعف حالاته فقط بعد ما صارت التسوية، وبعد ما حدث الأشياء أدى ل مو إسقاط. أنا ما بعتبرها عملية إسقاط، وإنما استلام وتسليم. انتظرني جاي طيارتي لروسيا، بس تطير طيارتي تعال انت على الشام. يعني هذا الموضوع هيك كان، يعني الموضوع مثل موضوع فنجان القهوه، انت على الطريق فنجان القهوه عم يغلي مشان هي كذبة تحرير ومدري شو، اسقاط نظام، فهذا الموضوع صار. فموضوع اسقاط النظام كذب طبعا. الاستنتاج السياسي اللي بيقول بصرامه انه الاقتصاد المنهار ما بيضعف الدوله بس ما بيسقطها، هذا الشيء كمان بينطبق على نظام الجولاني المهترئ طبعا. حيصير في انهيار اقتصادي حاد، وحيكون في انقسام داخل جماعه الجولاني، ويمكن يفقد الدعم الخارجي كمان له، والحراك الشعبي قد ما كان يصعب قمع نظام الجولاني بالحراك الشعبي، بس مجرد دم ينزف بلا نتيجه. لهذا يعني انا بشوف، يعني نصيحتي للعلويين ما يتحركوا اذا ما كان في مناخ عنوانه العريض النظام الجولاني الى النهايه، والا الحراك السياسي فقط والمظاهرات فقط لا تؤدي اكلها. مفروض يكون في دوله اقليميه على الاقل مع غزال، يعني على غرار حكومة الهجري بالسويداء. لازم يكون في دولة إقليمية بترعى العلويين وبترعى مصالحهم. إذا ما كان في شيء لا أنصح بنزيف الدم المجاني أبدا. بس هون بدي أسأل ريبر سؤال. إذا نعم، بما أنك فتحت هذا الموضوع، لما كان إذا بتذكر من 6 شهور أو أكثر كان في شيء اسمه مؤتمر الأقليات اللي صار برعاية الكرد بالحسكة، والشيخ الهجري ألقى كلمة والشيخ غزال ألقى كلمة. أنا اللي فهمته من هذا المؤتمر أنه هذا الملف المفروض، أو اللي فهمته أنه الكرد هن المستلمين هذا الملف. هل ما زال الكرد بفضل علاقاتهم مع أوروبا وأمريكا، هل هن ما زالوا مستلمين هذا الملف وعم يوصلوا المعاناة والانتهاكات للأوساط الأوروبية؟ بما أنه الجنرال مظلوم عبد امبارح كان بميونخ هو والسيدة إلهام أحمد، هل هن ما زالوا رأس الحربة بهذا الملف؟ هل هن عم يوصلوا هالانتهاكات، الطلبات، الأخبار؟ شكرا. برأيي موضوع بعد 29 يناير وقبله في اختلاف. قبلها كانت أوراقنا قوية، كان في شط الفرات بين إيدينا، ما كان في اتفاق باريس، ما كان موجود، وما كانت هاي الأمور لخبطت كيان الكثيرين وحسابات كثيرين رأسا على عقب. هلا موضوع اللي بيتعلق بالسويداء، إذا في حال شهدت تسوية مشابهة للمسار اللي حصل مع قوات سوريا الديمقراطية، سيناريو برأيي سيناريو السويداء مختلف جذريا. بالتالي تكرار النموذج نفسه غير مرجح، لكن تسوية ما ممكن تكون ممكنة بشروط مختلفة. يعني بالنسبة لألمك اللي أبديته بخصوص وضع الكرد، طبعا القيادة والشعب كلهم متفق أنه هي الوضع الذي حدث هو دون أمانينا ودون أمنياتنا. ولكن أنت مثل ما بتعرف وخبرتك الطويلة بالسياسة أنه السياسة لا تدار بالعواطف والأمنيات. ممكن أنت تضحي كتير بس تحصل بالنهاية على شيء قليل أقل، فأنت ما فيك تلوم حالك. أنت دائما بقانون رأس المال الكبير يبلع الصغير، ونحن
باعتبار ملعونين على هاي الجغرافيا من أكثر من 100 سنة منذ سايكس بيكو. نعم. فنحن كقوة عم نبحث عن الحرية، عن الديمقراطية، عن الدولة الكردية. إذا ما تحققت على الأقل ضمن جغرافيا سايكس بيكو، يعني يكون عندنا حق الكرامة، حق أنه المساواة، أنه يكون لنا إدارتنا المحلية أو الذاتية أو المطلب الفيدرالي هي أقل شيء يجب أن نناله. يعني بعد كل هاي المعاناة وهي الحروب وهي الدماء وهي الثورات والانتفاضات الكردية طبيعي، ولكن نحن عم نشوف للأسف أنه لحتى هذا الوقت توم باراك وغير توم باراك يصرح بأن الولايات المتحدة تدعم تشكيل حكومة سورية مركزية شاملة. السياسة الأمريكية الحالية بتميل أنه سوريا تبقى ضمن دولة واحدة مع حق ضمان تمثيل الأقليات والمكونات المختلفة. شو بيعني هذا الكلام؟ أنه وفق السياسة الأمريكية الحالية ترفض تقسيم البلاد أو إنشاء كيانات منفصلة على أساس عرقي أو طائفي. توجهات واشنطن نحو اللامركزية في بعض التصريحات الصحفية سواء اللي صدرت من قبل باراك أو أشخاص قريبين منه تحدثوا عن نموذج لا مركزي وليس فيدرالي بشكل كامل، يتيح للمكونات المحلية الحفاظ على هويتها الثقافية واللغوية دون تهديدات من الإسلاميين المتشددين. وهذا الشيء اللي شفناه واللي سمعناه سواء من البرلمان الأوروبي بعد الاجتماع الأخير أو من الكونغرس نفسه أو من كل هؤلاء اللي المتعاطفين واللي حابين يعملوا توازن بالسياسة الأمريكية. يعني لا تخلي كامل ولا تأييد أو دعم كامل، بمعنى وضع الأمور بشكل يضمن أنه سوريا والعراق وكل هذه البلدان تكون مستقرة لحتى يبقى دائما للأوروبيين وللأمريكان موطئ قدم. وطبعا الموضوع اقتصادي بحت، هذا لا يعني فيدرالية رسمية مثل ما بنشوف، بس هو اعتراف بضرورة تمثيل المكونات المختلفة. طبعا هناك تحليلات بتشير أنه مستقبل البلاد بيعتمد على بعض النقاط، أهمها قدرة النخب السياسية المتنوعة على التفاهم وإدماج القوى المسلحة المختلفة، يعني داعشية وغير داعشية، في إطار الدولة، ضمان حقوق الأقليات والمكونات في دستور جديد، ودعم دولي يعزز الاستقرار لا الانقسام. هذا يتفق مع الموقف الأمريكي. هذا الموقف الأمريكي اللي بيقول ضرورة دمج مختلف الأطياف في حكومة واحدة بدل إنشاء كيانات متعددة. والسياق السوري هون ليس مجرد قضية ثقافة قبلية أو إسلام سياسي بحد ذاته، وإنما هناك نقاط واقعية تذكر في هذا السياق، مثل سوريا متعددة تاريخيا، طوائف، عرقيات، لغات ومعتقدات، والصراع الطويل أحدث انقسامات سياسية واجتماعية، لكنه لا يلغي إمكانية بناء توافق وطني. هذه وجهة النظر السياسة الأوروبية والأمريكية، أن الانقسامات الحالية أكثر تعقيدا من مجرد الهوية، هو أيضا صراع على السلطة، على الموارد والتمثيل السياسي. يعني من خلاصة القراءة الواقعية ليس هناك تأكيد رسمي بأن هناك غالبية عربية عشائرية مهيمنة إيديولوجيا على سوريا. الولايات المتحدة تدعم حكومة مركزية شاملة تمثل كل المكونات وليس فيدرالية مقطعة أو تقسيما طائفيا. أي مستقبل مستدام لسوريا يعتمد على توافق داخلي وإصلاحات سياسية أكثر من تصور أحادي عن الهوية أو الدين. التركيز الدولي ينصب على استقرار الدولة والحد من التطرف لا إنهاء التطرف. شوفوا يعني هن ما بدهم شيء ينحل الموضوع السوري، يعني دائما يكون في شيء مقابل شيء. حتى بملف السويداء إذا إسرائيل تنحت جانبا بالأخير حسب توقعاتي، طبعا هذا التوقع أنا بكرهه، يعني أنا لا أريده، أنا بدي فيدراليات حقيقية أو استقلال حقيقي. يعني نحن وضعنا أسوأ من وضع يوغوسلافيا ومو أقل من اليوغوسلافيين. مفروض تتشكل كيانات حقيقية وترسم حدود واضحة بعد هي الدماء وهذا الاحتقان اللي تم عبر عقود وسنوات، لأنه
لأنه قضية أنه يجبرونا نعيش على وطن من صنيعة سايكس بيكو، هذا أكبر إهانة للآدمية الإنسانية. مفروض الشعوب تقرر مصيرها بغض النظر عن طوائفها وأعراقها. أي حل تريده الشعوب لازم المجتمع الدولي يوقف معه، ولكن للأسف تجري الرياح بما لا تشتهي إرادة الشعوب التي هي السفن التي تتخبط على أمواج لا تهدأ. بالتالي ملف السويداء أعتقد أنه وبالتراضي وبالتنسيق مع إسرائيل سيحل كما حل ملف قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية. كل شيء على حاله، ولكن الأسماء تختلف. الحرس الوطني سيزاح هذا الاسم وسيبقى الحرس الوطني في مكانه، ولن تدخل قوات الجولاني السويداء. هذا ما سيحدث لأنها إرادة الأمريكان والأوروبيين، وليست وإرادة هذه الشعوب منعدمة حينما تنطق الإرادة الدولية أو الرغبة الأمريكية الأوروبية. هذه الحقيقة برأيي.